والد بيدخل في علاقة مع صاحبة ابنه، وده اللي بيخليه يروح يدور على أي بنت جميلة، وبيلاقي الدكتورة ديت وبيدخل معاها في علاقة. لكن بيقرروا إن العلاقة ما بينهم هتبقى علاقة في السرير وفقط. لكن الحياة بتتطور ما بينهم وبتحصل قصة لطيفة جميلة هنشوفها مع بعضينا. لكن يا صديقي، لو أول مرة ليك معانا في القناة اوعى تنسى تعمل اشتراك ليا في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيلم. المهم بقى صديقي، بيبدأ فيلمنا مع إيريك والبنت الجميلة اللي اسمها سارة. والاتنين كانوا صغيرين ونشأوا مع بعضيهم، والاتنين كان عندهم رهاب اجتماعي من الحفلات. علشان نيجي بقى بعد مرور 15 سنة في أحد الحفلات، وبنلاقي سارة كبرت وبقت بنت جميلة جدا، لكن باين عليها إن هي محترمة وبقت جميلة. أما إيريك زي ما واضح طبعا مش عايزين نتكلم، بقى سافل وقليل الأدب. وهناك إيريك بيشوفها بيقول إيه ده؟ دي سارة صاحبتي اللي من 15 سنة. وبيروح يقول لها انت سارة، فبتقول له وانت ايريك. وبتقول له ان هي عايزة تعزمه بكرة على مشوار ضروري تروح معاها، رغم ان اول مرة يتقابلوا من 15 سنة. والمشوار ده كان في عزا حد من قرايبهم. وبتاخده سارة هناك، وايريك بيشوفها وبيقول هو انا ايه اللي جابني هنا؟ ده انا امبارح كنت بسكر في خمرة ودلوقتي جاي عزا؟ ايه ده؟ بس المهم صاحبنا بيطلع اصيل وبيكمل معاها العزا وبيسيبها ويقول لها مع السلامة يا سارة. علشان بعد مرور أكتر من سنة كمان، مرة واحدة بيتقابل برضو إيريك وبيتقابل سارة مع بعضيهم. لكن المرة دي حبيبه بيبقى إيريك مع حبيبته والبنت الجميلة ديت اللي هتكونوا مع والده بعد شوية. المهم يعني الاتنين بيتعرفوا على بعضيهم مرة تانية، وإيريك بالمرة دي بياخد رقمها. وبنعرف إن إيريك شغال في الإخراج وفي التمثيل. وبنعرف بقى ان ايريك انفصل عن حبيبته، فبيروح بقى بيتكلم مع والده اللي كان ممثل مشهور، وبيقول له يا ابني ان الحياه تجارب، وان من هي بنت اتخلت عنك فما تقلقش هتلاقي الاحسن منها. ومره واحده اثناء لما بيتكلموا حبيبته بتيجي مره واحده من وراه، ووالده بيبتسم له كده من غير ما يعرف اي حاجه. لكن حبيبته بتيجي وبتقول له ايه ده؟ هو انت لسه ما قلتلوش يا بيبي عن العلاقه اللي ما بيننا؟ فصاحبنا قال لها ايه بيبي؟ مين ابويا؟ وايه ده؟ فقال له والله انا كنت لسه هقول لك، يعني انا اديني فرصه اشرح لك يا ابني وكل حاجه يعني. فقال له انت اللي سرقت مني حبيبتي؟ فجت من ورا قالت له حبيبتك دي هتبقى امك من النهارده اللي هو احيه. فقال له كمان هتبقى عندها امي؟ انت مش والد، انت ابن كلب. المهم يعني بيسيب والده وبيطلع محبط جدا على الاخر، وبيقرر ان هو هيرن على اي بنت يعرفها يعمل معاها علاقه النهارده، بس عايز يفرغ الرغبات المكبوته اللي عنده. لكن كل اللي رن عليهم محدش فيهم رد عليه. فبيصحى مره واحده وبيلاقي نفسه في بيت غريب هو ما يعرفش هو فين، وبيلاقي كده واحده سمراء. فبتقول له ما تقلقش، مش انت اللي انا عملت معاك علاقه يعني؟ فقال لها بجد مش انا؟ يعني انا عملتش حاجه طب انا عريان ليه دلوقتي؟ فبتيجي بنت تانية بتقول له انا اللي عملت معاك العلاقه. فبتيجي بقى صاحبتنا ايمي وبتقول له لا ما تقلقش، ولا حد من دول بيضحكوا عليك. وبتقول له اللي انت كنت سكران وواحد اتنين تلاته اربعه واحنا جبناك عندنا هنا وكلنا دكاتره. فصاحبنا قاعد جنبها، فطبعا بيقول لها طب ايه رايك ندخل في علاقه سوا انا وانتي؟ انا مزنوق على الاخر يعني. فصاحبتنا بتقول له قشطه يا ساره تمام. وبتدخل معاه بالفعل في علاقه، وصاحبتنا او صاحبتها بتسمعهم فبتسيبهم. وبعد ما بيخلصوا بيتفقوا ان هم ما يعرفوش اي حد باللي حصل ما بينهم، وان ده هيعتبر طريق كتمان والمره واحده بس زي ما هو كان عايز. لكن صاحبنا مرة واحدة بيفكر فيها، ومرة واحدة لقاها جاية مع دكتور زميلها، وبيقولوا له ان احنا جايين من وقت البريك نجيب غدا ونمشي على طول. لكن صاحبنا كان بيبص لها نظرات اللي هو سارة انا بحبك. وراح لها المستشفى وكان جايب لها ورد وبلالين وبيديها البالونه في وسط المستشفى، والمشهد كان كوميدي شويه لكنها خدت منه البالونه. ودي بتقول لها ده بيحبك على فكره يا ساره. فقالت له حب ايه ونعناع ايه؟ انا عمري ما هدخل في علاقه مع اي بني ادم، انا مش ناقصه كسره قلب. وبنعرف ان صاحبتنا مش عايزه كسره قلب على خالص يعني. وده بيقول لصاحبه ان هو وقع في حبها وان هو عايزها. فصاحبه قال له الف مبروك يا معلم. ومره واحده بيجي له رساله منها بتقول له تعالى اقابلك في البيت عندي. وبيروح لها البيت هناك وبيعملوا واحد شاي بلبن مرة تانية. وبعد ما بيخلصوا بتقول له ايه رأيك ان العلاقة ما بيننا تبقى علاقة تلبية حاجات؟ فقالت لها يعني ايه؟ قالت له يعني انا عندي احتياجات البيها، اجي انام معاك وانت نفس الكلام، بس بدون حب وبدون مشاعر ما بيننا. علشان الاتنين يبداوا يعملوا زي الارانب في كل حته، في المستشفى في الكافيه في المطعم عنده في البيت. لدرجه ان صاحبه قال له كفايه يا ابني تعبت انا من السويت بتاعها. والاتنين بيضحكوا. صاحبنا شافها مره واحده مع الدكتور كده قاعدين كده وبيهزروا. فطبعا جاب التليفون ورن عليها وكان غيران. فقالت له هو انت غيران ولا ايه؟ احنا قلنا مفيش غيره ما بيننا ومفيش اي حاجه تخليك انك تعمل كده خالص. فقال لها اه تمام عندك حق. بنيجي بقى للراجل المضحك ده وبيقول له يا حبيبي انا اللي في الاخر هتجوزها لاني دكتور زيها، لكن انت هي يا دوبك بتنام معاك دلوقتي بس، لكن بعد كده انا اللي هنام معاها. اللي هو يخرب بيت قرون امك يعني، مش عارف اقول له ايه. بعد كده بتقابل اختها وبنعرف ان اختها هتتجوز
هتتجوز قريب، وهي بتقول لها بلاش جواز اسمعي مني، لكن اختها بتقول لها لا انا هتجوز يعني هتجوز. بعد كده ايريك جاب لها حلويات وراح لها البيت هناك. صاحبتنا كانت عندنا تعبانه لان كان عندها ايه الدورة، فقال لها خلاص اللي هو هيرضيك، وجاب لها اكل وشوكولاته في اليوم ده. والمهم الاتنين ناموا بلبسهم. صحيت متضايقه ومتعفرطه ان هم ازاي يناموا بلبسهم، لازم يكونوا عريانين. وقالت له بقول لك ايه، علشان نحل المشكله دي انت روح نام مع بنت تانية وانا اروح انام مع راجل تاني، بعد كده نبقى نرجع بعد شهرين او ثلاثه. صاحبنا اتضايق وسابها ومشي لانها مجنونه مش طبيعيه يعني. في حفلة من الحفلات بقى صاحبتنا بتروح تتعرف على راجل هناك، وصاحبنا التاني بيسمع نصيحتها بقى وبيروح يتعرف على بنتين زي القمر اللي هناك واللي بيبقوا معجبين بيه الاتنين، والاتنين بيبقى عايزين جانج بانج يعني يخشوا. فبعت لها رسالة وقال لها ان هو لقي بنت وان هو يروح ينام معاها دلوقتي يعني زي ما هي قالت يعني. فبتلاقي اقرب واحد جنبها كان الدكتور فبتبوسه، لكنها بتعرف ان هو روح معاها بالفعل مع الاتنين البيت. فبتاخد بعضها وبتروح له البيت وبتقول له فين البنات، فبيطلعوا له كده بتقولوا احنا قطعتينا ليه. فالمهم يعني اتضايقت فطردت البنتين من هناك، وقالت له انا اللي هقضي معاك الليله ديت مش حد تاني. طب ما انت غيرت يا امال في ايه طيب. وقضت معاه الليله والحمد لله. بعد كده بنلاقي ان والد ايريك عمل له حفله عيد ميلاد مفاجاه، وبيقول له يا ابني لازم تقبل الحياه، وان انا والتاني هنتجوز، وطبعا لازم تيجي يعني تبارك لنا وكده. فالمهم صاحبنا خبط ايده في الحيطه فوجعته، فراح المستشفى وقال لي ايمي هناك على كل حاجه، او قال لي ساره على كل حاجه. فقالت هتروح معاه مقابله عشاء بقى تشوف مين حبيبته القديمه اللي ارتبطت بوالده. فطبعا الكلام كان مستفز جدا هناك لانها هي عماله تقول له قول لي يا ماما انا من النهارده المفروض هبقى امك. ينعل معلش انا اندمجت والله العظيم يعني. طول راح يوصل صالة، فسارة طبعا اتكلم معاها وقال لها ان هو نفسه يخرج معاها في ميعاد ديت يعني. فهي قالت ان هي لا للديت ولا للمواعيد، لكنه اقنعها وجاب لها جزر في الديت علشان يوريها ان هو اختلاف يعني ويشجعها. والاتنين ركبوا العربيه وقالت له ايه الجدول، فقال لها سيبي لك نفسك النهارده، واخدها وفسحها في المطعم. والاتنين بداوا يلعبوا زي الاطفال مين يشرب عصير اكتر من التاني. ومهم يعني بالليل بقى قرر ان هو يتمشى في مكان اثري كده شاعري، ومره واحده وقف وقال لها بقول لك ايه I love you انا بحبك. ساره اتضايقت واتعصبت واتخانقت معاه وقالت له روحني دلوقتي حالا، وراح يروحها بالفعل. وكانت زعلانه ومعيطه لانها قررت ان هي مش هتحب حد وان هي مش هتدخل في اي علاقات خالص. صاحبنا بيروح فبيلاقي المخرجه اللي هي شغاله معاه، طبعا كانت المديره بتاعته بتقول له ان هي عجبت بالمسرحيه بتاعته وان هي هتعمل له المسرحيه ديت وان هو هينجح باذن الله وهيبقى مشهور زي والده. وصاحبتنا التانية بقى بترجع البيت بتاعها علشان طبعا تحضر فرح اختها هناك، والاتنين بيبعدوا عن بعضهم لفترة، ومامتها بتقنعها ان هي تتجوز زي اختها. صاحبنا ايريك بيعمل المسرحية والمسرحية بالفعل بتنجح وبيبقى عنده جمهور واقبال جديد جدا. مش الجمهور بس، ده حتى الممثلين والممثلات كلهم معجبين بيه. والتانية قاعدة مع اختها واختها بتنصحها طالما بيحبك وبتحبيه خلاص خليكي معاه. فقالت لها انا مش عارفة انا خايفة قلبي يتحطم. المهم اختها اقنعتها ان هي تتكلموا. فمرة واحدة بيجيله مكالمة تليفونية من سارة، وسارة بيتكلمه وبيرد عليه وبيقول لها مالك فيه، فقالت له ان هي عايزة تقابله كده. فقال لها ان هو مشغول ولا لما ترجعي من السفر ابقى قابليني يعني. المهم صاحبتنا ما استحملتش فراحت تقابله دلوقتي من غير ما تقول له، لكنها لما راحت هناك دخلت البيت من بعيد كده فلقيته مع واحده جوه، والواحده ديت كانت صاحبتنا المديره اللي جت معاه واللي اترمت عليه، واللي قالت له بصراحه ان هي معجبه بيه وان هي نفسها انها تعمل علاقه معاه وبتسلم له نفسها. لكن بيعرف بيجيله تليفون من اخت ساره بتقول له ان ساره كانت عندك وشافتك في مع واحده في البيت. فخرج جري علشان يقابلها، فقابل مرات ابوه اللي بتقول له ان والدك تعبان في المستشفى وان هي مش عايزه تعرف والدك تاني مره تانيه، وبتديله الكلب. فقال لها والله انت اللي بنتك ما علينا. المهم بيروح لوالده المستشفى وبيطمن عليه وبيقول له ليه سابتك. قال له ما انا عارف. وراح يقابل ساره مره تانية والاتنين اعتذروا لبعضيهم، وساره قررت ان هي تعمل معاه علاقه والاتنين يحبوا بعضيهم ويرجعوا لبعض. وبكده يا صديقي بينتهي معانا ملخص الفيلم. لو عجبك الفيلم اوعى تنسى اللايك والاشتراك ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.